وهكذا روج الإخوان المسلمون الأكاذيب على أتباعهم. من عادات تنظيم الإخوان المسلمين الكذب الصريح والتدليس القبيح، وهذا أمر مشاهد في تاريخ تنظيم الإخوان المسلمين، سواء من كتبهم أو صوتياتهم ومرئياتهم المنتشرة. ومن خلال هذا الإصدار المختصر سوف نعرض لكم شيئا من كذب هذه الفرقة المارقة، والبقية ستكون في إصدار قادم بإذن الله. كذب وخرافات وتلبيس جماعة الإخوان المسلمين. الاعتصام في ميدان رابعة العدوية فرض عين على كل مصري. فقد ورد بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يبين أن الاحتشاد في الميادين فرض عين على كل مصري. فرض عين. نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في ميدان رابعة العدوية. على ألسنة الصالحين في المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أنهم شاهدوا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة العدوية. جبريل عليه السلام. الاعتصام والاعتكاف في ميدان رابعة العدوية أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا مش حاجة أخيرة أفضل من عبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاعتصام هنا في الميادين في هذه الأماكن لأنك في حاجة الأمة وفي حاجة الدين وفي حاجة الشريعة أفضل من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على فكرة احنا من النهاردة المنصة في رابعة هتبدأ تدعو جموع المسلمين في ربوع مصر للاعتكاف في الميادين كلهم في محافظته أو المجيء إلى هنا أو إلى النهضة للاعتكاف لنية الاعتكاف والاعتصام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقدم محمد مرسي للصلاة. حان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. رؤيا إن شاء الله رؤيا خير يجده وشر الله سبحانه. زعمهم أن معتصمي رابعة العدوية يباهي الله بهم الملائكة. والله إن هذا الصنف من البشر ليباهي الله به الملائكة في السماوات العلى. دعوتهم للخروج بالأكفان في ميدان رابعة العدوية. زعمهم أن مرسي رجل من عهد الصحابة وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن محمد مرسي رجل من عهد الصحابة وحفيد من عهد الصحابة. والله والله الذي لا إله إلا هو محمد مرسي حفيد عمر بن الخطاب. ادعاء أن محمد مرسي هو نبي من الأنبياء. إن ربنا ينصر رئيسه وينصر رئيس وزراء، لأن الراجل ده راجل عنده دين، ده نبي من الأنبياء. والله العظيم أنا بوصفه أخلاق أنبياء. تلبية الحج في ميدان رابعة العدوية. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وبعد هذه الأكاذيب والتلبيسات والخرافات البدعية فهذا محمد مرسي يطالب بالثورة عليه في الميادين إن خالف الشعب. إن خالفتكم ثوروا علي. إن خالفتكم الميادين مفتوحة. إن خالفتكم ثوروا علي. إن خالفتكم الميادين مفتوحة.
شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: فأنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.